عباد الله، لنحذر الظلم ولنحذر من أن نكون من أهله وأن نركن إلى أهله. ومن حصل منه ظلم فليتحلل ممن ظلم الآن في هذه الدار قبل أن يأتي يوم القيامة فلا يكون درهم ولا دينار. يا أخي، يا من ظلمت، اعرض نفسك للقصاص على من ظلمته. لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مرض موته جعل يقول: هذا ظهري، هذا ظهري، من ضربت له ظهرا فليستقد منه، وهذا عرضي، من شتمت له عرضا فليستقد منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للقصاص خوفا من عاقبة الظلم. أيها المسلمون عباد الله، لنربأ بأنفسنا من هذه الخصلة الذميمة ولنتب إلى الله جل وعلا منها، فإن التوبة من الظلم لا تكفي في الإقلاع منه وفي الانتهاء منه، بل يجب أن نتحلل ممن ظلمنا وأن نطلب العفو والمسامحة منه وأن نرد المظالم إلى أهلها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم أجرنا من الظلم وأهله، اللهم اجعلنا من أهل العدل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بنا ظلما وبغيا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة